أن نبي الله سليمان عليه السلام طلب من الله ثلاثة أمور حكما صائبا. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض ستكون مهاجرا للمؤمنين في آخر الزمان، فقد أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تكون هجرة بعد هجرة، ويوشك أن يكون خير مهاجركم مهاجر أبيكم إبراهيم عليه السلام، فسيهاجر المؤمنون من مشارق الأرض ومغاربها إلى هذه الأرض عند نزول المسيح ابن مريم عليه السلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هيئة نزوله فقال: لينزلن ابن مريم حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه ليبلغ ما يبلغ بصره. هذا المسيح ابن مريم عليه السلام أعطاه الله سلاح الدمار الشامل. هذا السلاح هو نفسه، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء. ويستثنى من ذلك شخص واحد وهو المسيح الدجال، فإنه لا يذوب من نفس عيسى بن مريم حتى يمكن عيسى من طعنه بين كتفيه بحربته حتى تخرج من بين ثدييه، وذلك بلد أو بالرملة أو بباب لد، فيخرج حربته ويري الناس دمه حتى يعلموا أنه ليس إلها ولا رب. هذه الأرض المقدسة عندما فتحها المسلمون في أيام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وسافر أمير المؤمنين من المدينة لاستلام مفاتيحها، لم يكن فيها اليهود، وإنما كان فيها النصارى، وهم الذين سلموا المفاتيح إلى عمر وشرطوا عليه أن لا يأذن بمجاورة اليهود لهم في فلسطين، وبالأخص في مدينة القدس. وهذا مكتوب في العهدة العمرية إلى اليوم، شرطه النصارى على أمير المؤمنين عمر أن لا يجاورهم اليهود في أرض فلسطين، لا يجاوروهم أبدا، لأنهم يعرفون خيانتهم وفسادهم. فاستمرت هذه الأرض أرضا إسلامية حتى تكالب عليها الصليبيون وقاموا بحملات متعددة، كسروا فيها أولا الجيش المصري في الإسكندرية ودمياط، ثم كسروا الجيش الشامي في عكا وصيدا، ثم بعد ذلك زحفوا واحتلوا عسقلان، ثم وصلوا إلى القدس فاحتلوها، ومكثوا فيها هذه المدة الطويلة التي هي قريبة من قرن من الزمان، حتى قيض الله صلاح الدين الأيوبي الكردي رحمة الله عليه، فجاء من مصر بهذا الجيش، وجاء أيضا بجيش آخر من دمشق، فاجتمع الجيشان فكان تحرير القدس، بعد أن كانت البداية طبعا لغير صلاح الدين من أمراء المماليك، لكن صلاح الدين هو الذي وصل إلى القدس وأما الناس. وكان في مصر يحلم بأن يكون فاتح الأقصى ومحرر المسجد الأقصى من الصليبيين، ويقال إن أمه قبل ميلاده رأته، فرأت أنها سيولد لها ولد يكون سببا في تحرير المسجد الأقصى. وفي يوم جمعة بعد أن بنى مسجدا جديدا في القاهرة، جاء ليصعد على المنبر فوجد ورقة كتبها أحد العلماء ووضعها على المنبر، فأخذها صلاح الدين وقرأها والناس ينظرون، فإذا فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك غلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. 3 أبيات كتبها أحد العلماء في ورقة ووضعها لصلاح الدين على المنبر، فأخذها وقرأها فتأثر بها تأثرا بالغا. وكان هذا الفتح العظيم فتح أمن واستقامة وهدوء. كل المؤرخين ومؤرخنا موجود بين ظهرانينا يقارنون بين يوم دخول الصليبيين للقدس ويوم خروجهم منه. يوم الدخول جرت الدماء في الشوارع،
وقتل الآلاف من الناس صبرا ذبحا كما تذبح الخراف. ويوم خروجهم كان يوما آمنا هادئا لم يقتل فيه أحد، ولم ترق فيه قطرة ماء لأحد، ولم تغلق فيه الأسواق، وفرح الناس بدخول المسلمين وأمنوا على أنفسهم وأموالهم وأهليهم وديارهم. وهكذا شأن المسلمين، المسلمون الفاتحون هذا شأنهم. وقد رأيتم في طوفان الأقصى كيف عامل المجاهدون الأسرى، وكيف أحسنوا إلى النساء والأطفال، وكيف قاموا بالمعاملة الشرعية التي نص الله عليها في كتابه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. لكن اليوم ابتلينا معاشر المسلمين بالإضافة إلى ما ذكر المشايخ ومؤرخنا قد أشار إلى هذا من واقع الأمة المسكينة التي لم تعد ذمتها واحدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المؤمنين واحدة. وقد كان هذا القانون ساريا على الأمة الإسلامية إلى سقوط الخلافة العثمانية. كل ما كان من تاريخ الأمة منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر سلطان من السلاطين العثمانيين كانت فيه ذمة المؤمنين واحدة. كان قرار إعلان الحرب، وقرار توقيف الحرب، وقرار العلاقات، وقرار قطع العلاقات بيد شخص واحد هو الذي يوقع هذا القرار، وهو من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته وينوب عنه في قيادة هذه الأمة. لكن منذ سقوط الخلافة العثمانية قطعت هذه الأمة إلى دويلات وإلى حدود مصطنعة، ولم يعد للمسلمين شخص واحد يمثلهم جميعا، ولم يعد قرارهم قرارا مشتركا، ولم تعد ذمتهم واحدة. ولذلك يضطر المسلمون في بعض الأحيان مثلا في فلسطين إلى التعاون مع قوم يعادون المسلمين في سوريا، أو إلى قوم في الصين يعادون المسلمين في الصين، أو إلى قوم في الهند يعادون المسلمين في كشمير، وهكذا. فتجد تقطع أوصال الأمة يقتضي أن تكون العداوة نسبية والعلاقة نسبية، وهذا أمر محدث ما للمسلمين به عهد. قديما كان المسلم الواحد في أقاصي الأرض مشارقها ومغاربها إذا اعتدي عليه كان ذلك اعتداء على كل المسلمين. وتذكرون أن فتاة في مردين هنا قريبا أخذها الرومان البيزنطيون فصاحت ومعتصماه، فقال لها الرومي العلج يأتيك على أبلق. فسمع المعتصم بن هارون الرشيد خليفة المسلمين وهو في بغداد، سمع هذه الكلمة فتحرك بجيشه الجرار الذي كان فيه 70,000 لفتح عمورية وهي أنقرة. فخلد ذلك الفتح حبيب بن أوس الطائي أبو تمام، فقال: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في صحف الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. إلى أن يقول: إن كان بين ليالي الدهر من رحم موصولة أو ذمام غير مقتضب، فبين أيامك اللائي نصرت بها وبين أيام بدر أقرب النسب. يا يوم وقعة عمورية انصرفت منك المنى حفلا معسولة الحلب، فالشمس طالعة من ذا وقد وجبت، والشمس واجبة من ذا ولم تجب، صبح من النار والظلماء عاكفة، وظلمة من دخان في ضحى شحب، لم تغرب الشمس فيه يوم ذاك على بان بأهل ولم تطلع على عزب، رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. تحقق حلم المسلمين بهذا النصر العظيم الذي يقوده خليفة المسلمين. ولكن منذ سقوط الخلافة العثمانية أصبحت الفتاة في مردين أو في كشمير أو في أي مكان إذا دعت ومعتصماه ما يسمعها أحد،
ولذلك يقول الشاعر الفلسطيني رحمة الله عليه، يقول: ربوا معتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هذا الواقع الآن واقع مرير في الأمة، وهو الذي أدى إلى إقامة الإنجليز لهذا الكيان الصهيوني في جسم الأمة الإسلامية وفي القلب منها وفي صدرها. لطف الله بهذه الأمة في قضية فلسطين لطفين. اللطف الأول أن هذا الكيان لم يزرع في طرف من الأطراف، فلو أن الكيان الصهيوني زرع في موريتانيا أو في إندونيسيا أو في أي مكان آخر لنسيه المسلمون كما نسوا الأندلس وصقلية وجزر الملوك وغيرها من البلدان التي كانت إسلامية ومضى عليها قرون ثم احتلت ونسيت. لكن كان هذا الاحتلال في صدر الأمة وقلبها، بحيث لا يمكن أن تنسى الأمة فلسطين، ولا يمكن أن تنسى قبلتها الأولى، ولا يمكن أن تنسى مسرى رسوله الكريم ولا معراجه إلى السماء. من المستحيل أن تنسى فلسطين أبدا. اللطف الثاني أن الله جعل سكان فلسطين من العرب القدماء الذين جاءوا بسبب سيل العرمرم الذي كان بمأرب عندما أفسدت الفارة سد مأرب، فتفرق بنو سبأ أيادي سبأ وجاء منهم 4 قبائل إلى الشام، واستقرت هذه القبائل في فلسطين وسوريا الآن ولبنان. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الترمذي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسب لسبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 10 قبائل. وقد نظم ذلك البدوي في عمود النسب حيث قال: لسبأ بن يشجب بن يعرب سليل قحطان قريع العرب، نسب خير مرسل بنينا 10 الأزد لشعرينا وحميرا ومدحجا وكنده، أنمار سادس لهم في العدة وقد تيامنوا، ومن تشام له غسان لخم وجذام عاملة. ومن تشام أي من سكن في الشام له، أي من ذرية سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، غسان لخم وجذام عاملة. غسان سكنوا في دمشق وما حولها بالأرض التي تسمى بالبريص، ولذلك يقول حسان بن ثابت في ملك غسان، يقول: لله در عصابة نادمتهم دهرا بجلق في الزمان الأول. جلق هي دمشق. يسقون من ورد البريص عليهم بردا، يصفق بالرحيق السلسل بيض الوجوه كريمة أحسابهم شم الأنوف من الطراز الأول. هؤلاء بنو غسان. وذكر النابغة أيضا أن قبر جدهم كان بصيداء بلبنان، حيث قال يقول: وثقت له بالنصر إذ قيل قد غزت كتائب من غسان غير أشائب، بنو عمه دنيا وعمرو بن عامر أولئك قوم مجدهم غير كاذب، إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تهتدي بعصائب، يصاحبنهم حتى يغرن مغارهم من الضاريات بالدماء الدوارب، لهن عليهم عادة قد عرفنها إذا عرضوا الخطي فوق الكواذب، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تخيرن من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربن كل التجارب، تقد السلوقي المضاعف نسجه وتوقد بالصفاح نار الحباحب. يقول فحسان أيضا قال: أبناء جبنة حول قبر أبيهم نجل بن مارية الكريم المفضل. والآخر غسان قال، أقصد النابغة، قال: وقبر لئن كان للقبرين قبر بجلق وقبر بصيداء الذي عند حاجب، وللحارث الجفني سيد قومه ليلتمسا بالجيش دار المحارب. هذا في الجاهلية قبل الإسلام، فهؤلاء العرب كانوا سكان هذه الأرض قبل الإسلام، وهم العمالقة والأقوياء. ولذلك اعتذر بنو إسرائيل عندما كتب الله عليهم دخول الأرض المقدسة بوجود هؤلاء العمالقة، فقالوا: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. والجبارون معناه الأقوياء، فالجبار في لغة العرب هو جذع النخلة القوي. ولذلك قال حمل بن زياد يقول في قصيدته التي أنشأها قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم 100 عام،
يقول نعم: وجنة ما يذم الدهر حاضرها، جبارها بالندى والحمل محتزم، فيها عقائل أمثال الدمى خرد، لم يغذهن شقاعش ولا يتم، ينتابهن كرام ما يذمهم، جار غريب ولا يذى لهم حشم، مخدمون ثقال في مجالسهم، وفي الرحال إذا صاحبتهم خدموا. فقال هنا وجنة أي حديقة ما يذم الدهر حاضرها، جبارها وهو جذع النخلة القوي، جبارها بالندى والحمل محتزم. كان لطف الله الثاني بهذه الأمة أن شعب الجبارين هم سكان فلسطين، فهم لا يعرفون شيئا اسمه المذلة، ولا شيئا اسمه الهوان، ولا شيئا اسمه الانكسار، والموت عندهم أمر طبيعي عادي. ويصدق فيهم قول الشاعر: وإنا لقوم ما نرى القتل سبة، إذا ما رأته عابر وسلول، يقرب حب الموت آجالنا لنا، وتكرهه آجالهم فتطول. وما مات منا سيد في فراشه، ولا طل منا حيث كان قتيل. فهم كذلك عادتهم ألا يموتوا إلا بالموت، كما قال زهير بن أبي سلمى في هرم بن سنان وقومه، فهم متعودون على الموت والقتل. فلذلك قال زهير: وكانوا قديما من مناياهم القتل. فهذا شأنهم. ولذلك تسمعون الآن الأمة التي يقتل كل أولادها فتزغرد وتوزع الحلوى وتقول: نحن سنبقى ولن نخرج. وترون الفتاة الصغيرة التي قتل زوجها وأولادها وهي تقول: سبقتمونا إلى الجنة ونحن على آثاركم إن شاء الله. هذا قطعا ليس من طباع الناس العاديين، ولا من تربية أنشأتها المدارس، كما يتوقع الناس الآن أن هذا من عمل الدعاة أو من عمل المدارس في غزة. هذا غير صحيح. هذا طبع جعله الله في هذا الشعب، حتى في غير الإسلاميين منه هذا الطبع كذلك. وانظروا إلى التفاف الفلسطينيين من قبل وراء الشيخ الكريم الذي جاءهم من سوريا وهو عز الدين القسام، فجاهد فكانوا معه، ورثاه أحد الفلسطينيين بقصيدة يقول فيها: إن الزعامة والطريق مخوفة، غير الزعامة والطريق أمان. زعامة تحتاج إلى تضحية وبذل، فالزعامة والطريق مخوفة هي الزعامة الحقيقية. إن الزعامة والطريق مخوفة، غير الزعامة والطريق أمان. لكن ابتلى الله هذه الأمة بزراعة هذا الكيان الصهيوني الذي هو سرطان خبيث. فالله جل جلاله له الحكمة البالغة، وحكمته في خلق إبليس هي الإضلال. كما تعرفون لماذا خلق الله إبليس؟ خلقه لإغواء الناس وإضلاله. حكمته في خلق اليهود هي الإيذاء. فقد جعل الله بني إسرائيل مخلوقين لأذية البشرية، فهم أعداء الله من خلقه. قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، وقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا. وقالوا: إن الله ضعيف تصارع مع يعقوب فصرعه يعقوب وغلبه، وشرط عليه أن لا يعذب أحدا من ذريته إلا أياما معدودات، فكذبهم الله في ذلك في آيتين، إحداهما في سورة البقرة والأخرى في سورة آل عمران. فبين أنهم سيعذبون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا في سورة البقرة كذبهم هذا التكذيب بقوله بلى. وفي سورة آل عمران قال: قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فكذبهم. فهم أعداء الله من خلقه. ثانيا هم أعداء ملائكة الله. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه أحبار اليهود فسألوه: من يأتيك بالوحي من الأنبياء من الملائكة؟ قال: جبريل. قالوا: ذلك عدونا من الملائكة. فأنزل الله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وهم أعداء رسول الله، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
أنا لا أفهم اللغة جيدا، لكن كلمة الشيخ الآن ذكر فيها الأنبياء وأذية بني إسرائيل للأنبياء إيذاءهم لموسى، قال يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد قرأ علينا الشيخ آية من سورة الأحزاب وهي تحذير الله من أذية الأنبياء، فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. قتلوا زكريا وقتلوا يحيى وقتلوا عددا من الأنبياء، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هم أعداء محمد صلى الله عليه وسلم. فالله ضمن لكل نبي من الأنبياء أن يجعل له عدوا من أهل الأرض. قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. اليهود عادوا محمدا صلى الله عليه وسلم حسدا من عند أنفسهم، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما شهد الله بذلك في كتابه، ويعلمون أنه الصادق المصدوق، ويعلمون أنه حان وقت بعثته وأنه سيبعث في المدينة. كل هذه المعلومات عندهم، لكنهم حسدوه فكذبوه وتآمروا عليه وحاولوا قتله 5 مرات حتى وضعوا له السم في الشاة، وتألبوا مع المشركين وكانوا أولياءهم على النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله في ذلك وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. العلماء يعرفون أن الشياطين هنا يقصد بهم اليهود، إن الشياطين أي اليهود ليوحون إلى أوليائهم أي المشركين. فالله ذكر لنا نسبا بين اليهود والمشركين، قال فيه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، ونسبا بين المنافقين واليهود، قال فيه ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. فنسبهم مرتبط إما بالمشركين وإما بالمنافقين. هم كذلك أشد الناس عداوة للذين آمنوا، كما قال الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. وهم أعداء الاقتصاد، فلذلك قال الله تعالى أكالون للسحت، وقال تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. كل ما ترون الآن من الأزمات الاقتصادية ورفع الفوائد الربوية والمشكلات الكبيرة هو من اليهود، كله من عمل اليهود وتآمرهم. فاليهود هم الذين أقاموا هذه البنوك الربوية أصلا، هي تجربة يهودية، هم الذين جاءوا بكل الربا ونشروه بالعالم. كذلك هم أعداء البشرية كلها، لأن الله قال ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هؤلاء اليهود تاريخهم مليء بالدماء والقتل والتآمر والنهب والسلب، حتى من بعضهم كانوا يعتدون على بعضهم إذا لم يجدوا عدوا من خارجهم اعتدوا على بعضهم، فريقا يقتلون ويأسرون فريقا، وقد حرم الله ذلك عليهم. وأنزل في ذلك في سورة البقرة إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تقتلون أنفسكم، قال ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. فإذن اليهود أيديهم ملطخة بالدماء في كل العصور، ولكن هذا الوقت بلغوا فيه من الإفساد ما لم يبلغوه في أي وقت مضى.